هاد الملك بغينا حنا نشوف فينا، حنا ما غنقولوا لا اخنوش لا والو، ما كنعرفوا لا اخنوش لا حتى شي واحد. الملك خصو يدير معنا حل، يشوف هاد الناس اللي كتموت، حنا كلنا كتشوف فيه كيموت، اي واحد فهاد يقولك شي واحد كلشي كيموت. حنا من الصباح موطور ليسانس غالي، غدي بريكول ب 500 ولا 600 كدير 300 سانس. ما ولينا خدامين على قبل الدوله، على قبل اخنوش. تحية إلى كل متابعينا أينما كانوا، أينما كنتم وأينما وجدتم. تحية إلى كل أحرار الجزائر، تحية لكم، تحية بوتينية تبونية شنغريحية إلى كل أحرار هذا الوطن العظيم، أبناء الثورات، ثورة نوفمبر، ثورة المقراني والحداد وسيدي الشيخ، ثورات الجزائر العظيمة. أنتم أحرار البلاد، مرحبا بكم في عددنا جديد لنهار اليوم. رايحين نهضروا على التفاعل تاع الشارع المروكي مع غلاء الأسعار اللي خلاهم في ضيق من الأمر تاعهم. هذا الغلاء اللي تسبب لهم في بكاء الأطفال وبكاء الشيوخ، تسبب لهم لواحد الحالات كارثية خوتي المشاهدين، لدرجة أنه تشوف مواطن يقول لك أنا من كثرة الغلاء راني نحط علبة ياغورت أو علبة حليب في الصحن ويمدوا لأولاده باش يتعشاو أو يتغداو به. هاد الحالة الكارثية اللي لحق لها المروك، واش هو السبب تاعها؟ واش الحق كيما هاك؟ اسكو الشعب المروكي راهو راضي بهذه الحاله؟ اكيد ماهوش راضي، ولهذا الشعب المروكي خرج في مظاهرات كبيره الى الشارع، خرج اليوم في مظاهرات واسعه النطاق في كل ارجاء المروك. وحكم الملك ولا حكم المملكه راهو في راهو مهدد فريمون، لانه الشعب المروكي فريمون بدا يجوع، والجوع عدو الملك في أي دولة في العالم. خوتي خواتاتي، عدنا لكم اليوم نهار اليوم فيديو حول شاب مغربي يحكي على الغلاء تاع المعيشة، ومن وراء هذا الفيديو إن شاء الله نرجع لكم بتحليل. هاد الملك بغينا حنا نشوف فينا، حنا ما غنقولوا لا اخنوش لا والو، ما كنعرفوا لا اخنوش لا حتى شي واحد. الملك خصو يدير معنا حل، يشوف هاد الناس اللي كتموت، حنا كلنا كتشوف فيه كيموت، اي واحد فهاد يقولك شي واحد كلشي كيموت. حنا من الصباح موطور ليسانس غالي، غدي بريكول ب 500 ولا 600 كدير 300 سانس. ما ولينا خدامين على قبل الدوله، على قبل اخنوش. هو يجي في ليسانس كنديروه حنا، نضلوا ندوروا هنايا، اقسم لك بالله من الصباح دابا 40 درهم، ثلاثه الوليدات والضو هما كي غنديروا هاد 40 درهم. حنا كندويو هاد المسؤولين ما كندويو على حتى واحد، حنا بغينا الملك يشوف من حالنا، ياك قالك حنا امير المؤمنين ويشوف من هاد الناس هاد، هو اللي يدير لنا حل هادشي، راه ما كاينش اللي يدير لنا حل. راه اي واحد مقابل المصالح ديالو، اي واحد كيشد شي بلاصه كيقضي مصالحه ومصالح عائلته، امال حنا راه كنموتوا هنا. اقسم لك بالله لا بحال القمل، والله ما عندنا شي قيمه عندهم. راه كيشدك بوليس يقمعك، يشدك مرضى يقمعك، يشدك اللي في المقاطعه يقمعوك، غادي في الشانط يقام عينك. ما فهمناش هاد الناس فين باغيين يوصلوا معانا. هادشي الناس كلشي خاصو يدوي، كلشي يدوي، كلشي مدمر. حنا دمرنا، راه والله العظيم يختي حلوا لنا نمشيو تدراع، حلوا لنا البحر والله تمشي تدراع، وصلت هي هذيك ما تنموت. راه بزاف اختي، راه اقسم لك بالله هاد الناس راه وليماه. انا دابا الشهر اقسم لك بالله نديو اللي ديناه، دي نص كيلو من الحاجه شي يقدر ياك عندك ثلاثه الاولاد، هما ينوضوا كياكلوا في الفيال وياكلوا في الغزالات وياكلوا في، وحنا كنموتوا يجيو يضحكوا علينا في التلفازه. القانون راه في التلفازه، راه ما عندنا لا قانون لا والو، كلشي كيموت. احنا مره يجيو يديونا كاملين الحبس اختي ويعطيونا العدس ناكلو، وحنا العدس هنا ما لقاش كيفاش نشريو، ما لقيناش والله ما يعطيونا في الحبس، يديونا للحبس ويسدوا علينا. والله اختي لا وليماه، اقسم لك بالله لا كندوي معاك والله تخرجت تخلي الدراري بلا فطور، والله ما مخلي لهم ريال، اقسم لك بالله لي شان عظيم. يا الله وبوطه ولات انا كندار مع المراه تقول لي بوطه خوات كندار معاه، واش وليت مبوطه انا حاضيه في الدار، بنادم وليت حاضيه مش على خصني نحضيهم. راه وليماه اختي، وكنطلبوا من هذا الملك عندنا يشوف فينا اختي، يدير لنا شي تاويل ديال الخير. راه هو اللي ما حنا ما حتى شي واحد ما يدير معنا شي حاجه. مالك كنعرفوا حنا الملك يدير معنا حل، ياك حنا شعبه يدير لينا حل هذا الشيء، يدير لينا حل، ماشي حقا غنعطيو دعم. وبغينا حنا نخدموا ما يعطيونا حتى شي حاجه، بدراعنا بغينا نخدموا، يديونا للجبال نحفروهم فين ما بغاو، بغينا نخدموا، حتى واحد ما بغينا يعطينا شي حاجه. ما كنطالبوا، راه ماشي دايرين كندويو هنا كنسعاو، راه ما كنسعاوش كندويو، حيت حنا مغاربه عندنا لاكارت مغاربه خصنا نعيشوا كيف هذوك عايشين حتى حنا نعيشوا، ما نعطيونا شويه.
يعطيونا شويه داك اللي عندهم، يعطيونا حتى حنا ناكلوا، وليداتنا حتى حنا ندخلوا لهم دانون، ندخلوا لهم بحال ولادهم. وحنا ولدك وليش انا بعدا واش ولينا ندير لهم اللي ما كانش الغدا اقسم لك بالله دانون، كان مولي يدير دانون في الطبسيل ويعطي لولادو ويغمس، راه ما كايناش في العالم هذا. هاد المخطط اخضر 15 عام شحال تخسر 90 مليار وطاطا بالفرنك ما خشي قولي ما. هانتوما بعدا راه جيتو عندنا بغينا الصوت يوصل للملك، ما بغينا لا الاخنوش ما بغينا، راه ماشي اخنو كلشي خنان نشهدوا هنا المغرب كله، وراه ولا قيدتي انا اقسم لك بالله غنقول لك ياك هادشي اللي قالوا ديال التقياد وهادشي مشيت نتقيد شربت الورقه ضليت كاع النهار انا واقف قال يسير غدا شي مع 8 ونص، جيت تقول لي مع 9 دولار ومشيت عندهم وقلت يقول لي قلت لك جي مع 8 ونص يا ودي قلت راني جاي داير اداره ترى خدام مع المواطن، قال والله لا تقيدتي والله ما تقيدت، وبغاو هاد الناس لو وصلت هاد الهضره ديالي يجيو عندنا ندير مقاطعه ديال مولاي رشيد، والله ما تقيد جرى عليا قال لي والله ما تقيد، حلف ليا والله ما نتقيد. وعاودي حنا دابا كندوي حنا الميساج بغينا نوصلوه حنا اخويا والملك الله يرحم لك الوالدين والله يخليك وليداتك ويعطيك صحيحتك، دير معنا حل دور عاد فوقاره. شوف هاد الناس راه الناس ردونا بحال القمل، راه اللي دويتي معايا فضلك على راه حنا راه ولينا بحال الحشرات، والله حتى حشرات بالله والله ياخذ الحق، وعند الله راه كنا غادي نوقفوا اي واحد ناخذ منه انا بعدا حقي، والله ما نسمح لشي واحد. راه حنا خويا كنصيفطوا هاد الرساله محمد السادس الله يرحم لك الوالدين، وشوف هاد الناس وشوف هاد الناس شوف فينا شوف هاد الناس. اذا كما شفتوا خوتي المشاهدين، المواطن هذا هو نقطه في التي افاضت الكاس في المروك، ولا خلي نقولوا باللي هو واحد من الاف ولا ملايين المغاربه اللي راهم يعانوا من الغلاء تاع الاسعار، غلاء فاحش ماهوش غلاء عادي. وكانوا كونوا ماركيتو حاجه كانوا توجور وين ما كاين الغلاء يحطوها في اخنوش، اخنوش دار اخنوش فعل اخنوش. اليوم المغربي هذا جاب لهم على من تالي قال لهم الملك هو اللي سبب الغلاء. الملك اكيد هو سبب الغلاء لانه كل شيء في المغرب يرجع للملك. كانوا المغاربه يخافوا مجرد ذكر اسم الملك، لكن هذا لواحد الدرجه باش تحس باللي المواطن راهو حاس بالفقر الحقيقي، رغم انه يكون خدام ولا يكون عامل يومي ولا عامل شهري، لكن ولا موظف، لكنه حاس بالغلاء الفاحش اللي راهو ضارب المروك، حس بواحد النوع من الاهانه، حس بواحد النوع من عدم التعبير ولا عدم التقييم من طرف الحكومه المروكيه ومن طرف الملك اللي شفناه مؤخرا في الغابون ولا الغابون، شفناه مخلي الشعب تاعو مغبون ويتصدق عليهم بالاسمده وكل ما يخص الزراعه، ولكن الكميه اللي تصدق عليهم بها 2000 طن. تخيل معايا هذه الكميه 2000 طن في الوقت اللي الشارع المغربي راهو يغلي، كان قادر هذيك 2000 طن يشري بها على الاقل بعض المواطنين ويصبر بها شويه الشعب باش ما يموتش. لكن نظرا للغباء ولا ما على باليش بالك سياسه اخرى، ديجا انايا الملك اللي كيشتو في الصوره في الغابون بان ليا بلي ما هذاكش هو الملك، لانه الملك راهو صايي اكلت التجاعيد وجهه. ولكن في الفوطو هذه في الفيديو اللي شفناه وشفتوه كامل وفي الفوطوات اللي شفتوها كامل تاع الملكه ميمي 6 في المروك في الغابون، انه كان شاب، وهو دليل على انه الشبيه تاعو اللي دخل فات وكلا دق ودخل السجن مره، وهذاك هو اللي. ولكن الموضوع تاعنا مش هذا هو الموضوع تاعنا، انه الشاب هذا علاش ذكر الملك. ذكر الملك لانه على بالو ذكر الملك راح يديه للسجن، والسجن راح يلقى فيه وجبه العدس كما قال لك وجبه العدس ما راناش نلقاوها وحنايا مدنيين، اما لا ندخل للسجن وندي وجباتي وياكل ويشرب عادي في السجن. وصل لهذه الحاله الحمد لله على نعمه الجزائر، الحمد لله على نعمه رئيسنا ونعمه قيادتنا ونعمه الدوله تاعنا كامل. وتحيا الجزائر حره مستقله، وتحيا الصحراء الغربيه، وتحيا فلسطين حره مستقله، والسلام عليكم.